في مشهد صادم زوجي اتضرب قدام عيني، غادر في الشارع على ايد مجرم مسلح. انا مش طالبة اكتر من حقي وحق جوزي. احنا مش عايشين في غابة، احنا في بلد فيها قانون، فيها عدل، واللي ليه حق هياخده حتى لو طال الوقت. دلوقتي احمد جوزي كان ماشي في امان الله، راجع من شغله ولا طالع يقضي مشوار، ويجي المجرم اللي اسمه فيه عين ميم اللي انتوا شايفينه في الفيديو ده يقفله كده بكل بجاحة ويسلم عليه وياخده على اخوانه. واحد تاني كان مستنيه في العربية ونزلوا عليه وضربوه بسلاح أبيض لحد ما دراعه نزف. جوزي اتصفى قدام عيني، جاله جروح جامدة جدا وقطع وريد متصل بالقلب، وشه ورقبته ودماغه اتشرحوا حرفيا، أنفه اتفتتت، جسمه ما بقاش زي ما كان. الولد ده اللي موجود في الفيديو هو السبب في كل ده. جوزي دلوقتي مرمي في المستشفى، حالته خطر، وأنا مش عارفة أعمل إيه. يرضي مين اللي حصل؟ فين الأمن؟ فين القانون؟ أنا ست غلبانة ومش عارفة أروح لمين، وأنا عايزة حق جوزي علشانه وعشان ابني. حرام اللي بيحصل ده، إحنا مش عايشين في غابة. حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا مش هسكت وحق جوزي مش هيروح.